يبقى انت مستهون بدماغ عسكريه كده. اللواء عمر، عمر ايه؟ استحاله تكون لواء يا فندم. اللواءات ما بيتواجدوش هنا. حضرتك متقاعد ولا واخد الاسم بس؟ استحاله. انت لو لواء يا فندم ومتواجد هنا تبقى كارثه، لان انت لو لواء ومتواجد هنا كارثه كبيره. ايه ده؟ ما شفتش الولد؟ كان في ولد بعتلي صورته، حطيتش تليفون على الشاحن هاتوه. كان في ولد بيسب هنا وقاعد في مصر. استحاله يا فندم تكون. لو موجود كنت هتعمل شغل بقى من تحت لتحت يعني. معرفش انت تعرفه يا اسمك ايه؟ بيقول عليه ايه؟ عندي. بيقول عندي ايه؟ اشوف الكارنيه؟ انا ولا اشوف ولا حاجه. تعالى نسمع وجهه نظرك ايه. تعالى يا فندم، عايز سمعنا كلمتين بس هيبقوا محسوبين عليك. اتفضل. ايه يا حماده الهرم؟ انت تعرف اللواء كمان؟ حماده الهرم تعرف الو اللواء؟ الو. اتفضل يا فندم. ان شاء الله باذن الله باذن الله حبسك قريب قوي يا ملحده، ومستنيك في مطار القاهره الدولي انت ان شاء الله. انت كل حاجه. يا ملحده، شكرا. انت وامثالك ان شاء الله مستنيك في مطار القاهره الدولي. تبع العصابه يعني؟ هتنوري تبع هتنوري العصابه. طبعا. تبع العصابه، انت بقى تبع لواء العصابه فين؟ لواء فين يا يا فندم؟ يا دي يا كارثه. معرصه. في انت لواء يكون معرصه. معرصه؟ انت معرصه. مستنيك مستنيك يا حلوه. كمان يا فندم. مستنيك، ده خليكي تعملي بالبي في الصفيحه يا بنت المتنكه يا معرصه. قول كمان يلا. في لواء يقول كده؟ مستنيك انا مستنيك قوي يا وسخ. ايه اللي عملتيه ده؟ ايه اللي بتعمليه ده في الامارات يا وسخه؟ كمان ايه اللي كمان. بتعمليه؟ لا مش انت هنزل. شايفه شفايفك عامله ازاي من كتر المص يا وسخه يا شربوطه يا احلى؟ كمان. ده انا هوريكي لما تجيني مصر. مستنيكي مستنيكي في مطار ده القاهره بقى، الدولي يا وسخه. ده اللي عايز يبين. اقول لكم ده مين؟ ده اللي عايز يبين ان ما فيهاش حكومه. ده اللي عايز يبين ان احنا اوساخ. ده اللي عايز يبين ان ما فيش حكومه في الدوله. مش انت قاعده تقولي باصين علينا؟ طب انا بشتمك اهو، وريني هتعملي ايه. على فكره الشتيمه اللي انت شتمتها دي ما تدنيش، دي تعلمني. هيجي اكتر من من اسمه ايه ده، بهجت صابر لما شتمني. بالعكس، ده انا نفسي ياخدوا الكوبليه اللي انت قلته ويذوعوه في كل حته. عارف ليه؟ عشان يعرفوا ان انتوا عايزين تكسروا الدوله. تكسروها بايه؟ ان انتوا تقولوا ان انتوا لواءات وتبوظوا الدنيا. شفت انا اتكلمت في لواء هيقول اللي انت قلته. انت عايز توصل للناس ان الداخليه هي دي تعاملهم ودي اسلوبهم. احنا مش كده. مش احنا. هرد عليك بقى بحاجه، يلا بينا. ولا اثرت فيا ولا حتى عيني رمشت ولا كلامك هزني، يبقى ايه؟ وكمان حماده الهرم دخل قال لك ايه اللي انا حاطه اسمه برضو في المحضر، بيقول لي شديه. يعني انت تبع حماده الهرم واخوان. اصبروا. مش انتوا بتقولوا كبي ما نزلتش؟ عشان انا في دوله القانون هعرف اخد حقي تالت ومتلت. وهناك كمان مش يمكن اللي انت عملته دلوقتي يجيب لي حقي تالت ومتلت؟ يا عالم تعالى بقى سمعك. مش مرتاح. رسالة ليك يا مصري. عايز تشوه صورة الداخلية؟ مش معنى الداخلية اللي بتلعبوا عليها الفترة دي عشان هي دي اللي دخلتوا منها وقت الثورة؟ لا والله. عايز تبوظ الداخلية ونفكر سكوتهم ضعف؟ تبقى حمار. قال كلام أليكس ما بيقولهوش. الكلام اللي هو قاله أليكس اللي احنا بنقول عليه أوحش شخصية ما بتقولهوش بالطريقة دي. فكك من ان هو شتم. ده لابس لبس الشرطة. ماشي، ابعتولي الصورة بتاعته السكرين بتاعه. ماشي اهو. سلام. ماشي اهو. سلام.
ابعتولي صورته كده عشان انا ما خدتش صورته. يا اسمك احمد، مين صور؟ ما انا هيظهر لي التصوير بعد ما انزل. مين صور؟ سارق الصورة؟ يا خرابي، هما يعرفوا يجيبوه بقى حتى لو سارق الصورة. مين صور اللي حصل؟ هينزلوه البنات اللي هم بتوع هينزلوه هينزلوه البنات اللي هم مش طايقيني، هينزلوه فهينتشر. هينزل. لا بس شغل عشري عجبني قوي. ليه؟ منزلكوا بالاي دي بتاعكم بكل شيء. عجبني قوي الشغل اللي هو عامله. يعني منزل كل البيانات بكل شيء. الدنيا دي كسوداء وملك بنتك هتشوف كل اللي انت بتعمله. احنا على فكره سهل قوي نطلع نفتري عليه، وسهل قوي نطلع نقول عليه كلام ما حصلش، بس احنا اللي ربنا راجل. كفايه كل الناس بتفشخ في بيتك، كفايه كل الناس بقت كرهاك. انت المفروض تطلع باثبات واحد تقوله على الناس. على فكره سهل قوي 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 اطلع اقول الناس يتحاورون ويتسالون ويتشاورون، هل عتاوشي بياخد فيها؟ الاجابه ولا خرب. انتوا بقى ماسكين حاجات على النسوان وبتطلعوها. احنا فين؟ ابعت الفيديو بعد اذنك. احنا فين؟ فكك من كل اللي هو منزله ده. ايه ده؟ فكك من اللي هو منزله كله ده. شارب ايه؟ طب انتوا بهجت صابر موجود هناك، ده هنا. انا عارفه ان في كميه هتتمسك، فاهمه ده كويس، وعارفه ان هم هيتمسكوا، بس اللي هيتمسكوا اللي هم باينين. طب والعيال البلطجيه اللي تحت؟ ما انا عارفه مين اللي هيتمسك. يعني اللي هيتمسك باينين قدام العلن. طب البلطجيه اللي تحت مش هيتمسكوا؟ يعني لما يطلع واحد ده حاطينه بالبطاقه بتاعته باسمه بعنوانه ببيته، طب يعني ايه اللي فاضل بقى؟ يعني انا لو جولي دلوقتي، يعني لو انا قاعده في بيتي ودخلوا لي افتحي النور ده، الحل ايه؟ ممكن لو سمحت تبعت لي الفيديو بعد اذن سيادتك؟ ما انت عمال بتسجل كل حاجه وبتنزلها على صفحتك. جت على ده هتلاقي اسد الاسد هناك مسجله في اليوتيوب. هتلاقيه قاعد اسد دلوقتي النهارده اليوم العالمي. تعال نبص على اسد، هتلاقي اسد فاتح. معلش يا استاذ اسد، يا اسد البورصه، هنتعب سيادتك يا فندم تجيب لنا المقطع بتاع الولا. اكيد حضرتك هتنزله صح؟ انا نسيت. الولا اللي شتم ده تبع جوده. الولا اللي شتم تبع جوده. الولا اللي شتم تبع جوده. ليه يا كابي تبع جوده؟ لان بعد ما جوده نزل بعد ما جوده بعت الدعم بتاع البتاع ده، بعديها ده دخل، بعديها حماده الغرام دخل. طب ما انا حماده انا حاطه اسمك في المحضر، وحاطه اسم سامح. ولا هو المستشار ما قالكش؟ الاردني الاخواني ما قالكش ان اسمك موجود في المحضر؟ المحضر انا عامله له في حقوق الانسان، وعامله له خليه يحلم. انا عايزاه يفضل يحلم زي ما هو عايز، بس انا عايزاه يقعد يحلم ويقول لكم ان هو حالم وتحلموا معاه زي ما هو عايز. في واحده بقى طالعه بتقول لك ايه؟ كابي مسجلالي. لا انا مسجلالك وانت بتشتمي اختك. اللي شعرك ما بينامش من قلبك الاسود. انا مش مسجلالك وانت بتغلطي في اختك وبتغلطي في ايتن. عايزاني انزل ايه كمان؟ انا مش حكايه تسجيل، انا كل اللي بيكلمني بسجل، عندي تليفون بيسجل، ده طبيعي. قومي افتحي النور. فانتي طالعه مع العصابه وقاعده مع المنصه تطلع. لو طلعت هروح اعمل محضر في الاسم. طب ما انا عارفه انت هتعملي ليه، عشان انت بتخوفيني عشان انا ما طلعش. واختك بقى ما عملتش للباقي ليه محاضر؟ واللي اسمها مرات شيكا اللي طالعه تقول اصل نزلت صورتي انا وجوزي صوتنا ايه؟ ده انا نزلت وهو تعبان، لكن انت متنزله لك بلاوي.
ما روحتيش تشتكي للبلاوي ليه؟ ما روحتيش اخدتي الاصوات اللي عملوها لك وقالوا ان انت كنتش مع ماذا وفي الهذا وبالبذا تعملي له ليه؟ جايه تعملي لي انا؟ بتقولي هعمل لك، تعملي لمين؟ انتوا بقى مع بعض تعملي لمين؟ انت طالع لك صوت؟ انت صوتك طلع؟ يعني ابتديتي تتكلمي وتتنحرري. طب انا بقولها لك تاني يا هبه، لو نفعتي الفتره الجايه قولي كابي ولا حاجه، زي برضو ما انا بشرتك بالخير كده في قبل كده. ده مش تهديد، دي حقيقه. انت اللي زيك يتلم كده ويقعد على جنب، ما تتكلميش خالص. قال انا هاخد المكالمه بتاعت شيكا وبتاعتي وانت حد قالك تعالي لي؟ ضربتك على ايدك عشان تيجي؟ اقول ايه؟ انزل لك بقى الفيديو التاني اللي كنت بتعامليه معامله وحشه وانا ما رضيتش؟ يعني انا الفيديو اصلا كنت منزلاه عشان الناس تهدى عليكي. ده انا كنت بطلع اقول لهم ارجوكوا كفايه، لو بتحبوا ربنا كفايه عليها تطلعي تقفي مع التانيين. طب حتى خليكي يا اختي دفة شرف وما تتكلميش، خليكي دفة شرف وما تتكلميش. لكن طالعه اصل انا هروح اقدم البلاغ ان هي كلمت على شيكا وعليا. بلاغ؟ بلاغ ايه؟ خدتي من الشيخ وسيم فلوس ليه؟ ومش معنى الشيخ وسيم اللي جه اداكي فلوس؟ ردي، هو ده سؤال اهو. مش معنى ده بالذات اللي اداكي. اجيب لك بقى لما طلع معاكي وبتقولوا له عايزه فلوس تاني رد عليكي قال لك ايه؟ ولا نسيتي؟ شكلك نسيتي. لا نسيتي. مفكره انت كده رقتي وخدتي بقى الصف التاني ورقتي معاهم. انت ما رقتيش يا ماما، انت ما رقتيش. مين قالك ان انت رقتي؟ انت عارفه ان انت في اي وقت الدنيا ممكن تتقلب عليكي في ثانيه، انت متاكده من كده. مش عشان موضوع بقى ان انت اخدتي وما اخدتيش. كان طالع قدامنا زي الفل، طالع قدامنا الوش مدور وكان لسه بيفوق. ايه اللي خلاه دخل في الانتكاسه مره واحده؟ طالعه تقولي انا هروح المكالمه بتاعتي. انت لسه فايقه؟ المكالمه دي بقى لها 3 شهور. ولا انت بتطبلي عشان هما بيتداروا على بعض في الكنافه؟ ماما وفاء بيتداروا على بعض يعني؟ يا ريت اتمنى تروحي تعملي لي محضر، عشان اللي عندي هيخليكي ما تطلعيش. اتمنى زي ما قلت لكم كده على الراجل بتاع العصابه، قلت لكم اتمنى هو اللي يعمل. ليه؟ عشان نقف 1-1 مع بعض بقى. قال لك اتعمم عليها اهو، قال لك ممنوع كلام. بتعمل ترويج انت، وانا بعت اللي انت بتعمل ترويج لذلك. ام شعر منشش، انا مسميها كده ام شعر منشش. لو طلعت المكالمه اللي انت قلتيها على اختك مش هتعرفك تاني. ولا تحب اطلع لك وانت بتقولي لي انا في سويسرا وخدت الورق بتاعي وكل حاجاتي بقت كويسه؟ ربنا يخليكي يا كابي. انا مش عارفه اقول لك ايه يا كابي، والله احنا بنحبك قد ايه. انا ما خدتش منك يا كابي غير الصوره. مش قلتي كده ولا ايه؟ ام شعر منشش. وبقي لمي شعرك، يا اما روحي اختك ما شاء الله ما شاء الله معاهم فلوس، خليهم يعملوا لك شعرك وانت طالعه بتتكلمي. ولا انت عايزه تاخدي ريتش؟ مكالمه سويسرا كلها عندي، واظن انا رد فعل. تفتحوا لايفاتكم بياخدوها على اليوتيوب ينزلوها. اصل هي واقفه بتسند اختها. لا انت اللي قلتيه على الاتنين ما اقولكيش. يعني انا لو منهم مش هعرفك تاني.
يا ستي مش هنزله من عندي، نجيب حد من ابن حلال ياخد له اسد ولا حاجه وينزله لك الناحيه التانية. ايه رايك؟ احلى صح؟ انا بقول كده، نجيب عيل كده وينزله لك الناحيه التانية مش من عندنا، اعتبري ما قلتش حاجه. بلاش ننزل، هيبقى احلى. مش مستغربين ان كلكم جيتولي؟ سبحانك يا رب، وكلمتيني وانا هنا. انا مش هنزل من عندي عشان القانون اللي على الارض عندي ممنوع ان انا انزل لحد حاجه فيها سين وجيم. صحيح انتي بتقولي ان عندك في كده برضو هناك، ما اظنش، بدليل ان نص مكالمات اختك نازله ما حدش عمل لها حاجه. اصل انتوا جاي معاكم ان مروه اتمسكت عشان خاطر ان هي شتمت في الفنانه، ده القشره اللي بره. مروه مش هينفع تطلع دلوقتي حتى لو اتبرأت من كل شيء، جوه احسن لها، قلتها لكم 60,000 مره. فين يا استاذ احمد؟ عشيقه بقى ولا مش عشيقه، ربنا معاها. والله يا بنتي انا بشوفها، يعني في ناس كده مهما تلبس ما بيبانش عليها. سبحانك يا رب، سبحانك يا اللي معرفش فيه ايه، بيبقى الغباء باين على الوش. انتي مكلماني وانتي في سويسرا، نسيتي سويسرا؟ وانتي في سويسرا مكلماني؟ اسكتي يا كيبي، من ساعة ما عرفتك وهم اخدت منك يا كيبي الصورة عملتها وبعد كده دخلت، بقالي سنين بروح سويسرا عشان اخد حقي، ما خدتوش يا كيبي، خدته دلوقتي. انا اقول لك هبعتها لمين؟ احنا نبعتها لاسد، واسد ينزلها على اليوتيوب، اظن برايا. اسد حلو، اسد جميل. تعال نشوف اسد بيعمل ايه على اليوتيوب، تعال نبص عليه. راجل حقاني اسد ده. الملك ده انا نفسي اعرف انت شخصيه، بس ايه ده اليكس، ده اليكس فاتح على اليوتيوب. تعالوا يا عيال نشوف اليكس بيعمل ايه. جنيه اللي مقضيها لجوده هتعمل فيها ايه؟ يا ابني الوسخ، يا اختي يا ابني بنت خلاص استاذ اليكس، لا خلاص احنا دخلنا غلط. لا يا فندم، لا 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 لا, لا. هو انت كل يخش عندك صفحتك كده كلها شتايم يا فندم ولا ايه؟ لا احنا كنا داخلين لسه بنشوف هنعمل ايه. لا وقاعد الكرسي اللي وراك مجمد قلبك، يعني انت قاعد الصراحة الخلفية بتاعتك رهيبة. هو كله شتيمة، مفيش ضرب يا فندم، مفيش ضرب، يعني كله شتيمة شتيمة شتيمة. يا حول الله يا ربي، يا حول الله يا ربي. 90% من اللي موجودين على التيك توك ايوه يستاهلوا هذا الكلام، لأن من ضمنهم ناس محترمة وناس ذو قيمة وقامة على البرنامج. فطبعا لأنهم كشفوه و طبعا وبيقولوا رأيهم بس بكل أدب وبينتقدوه. تمام، بالأدب. أصلا بينتقد الدولة. ننتقد بعض بالادب. انت انتقد بالادب وانا انتقد بالادب والناس تشهد علينا، لكن قله ادب يبقى انتوا قلات الادب. انتقدوا، لازم يبقى في معارضه. لولا المعارضه، وكمان انا اقول لكم على حاجه، هو مش في انتخابات بتاعت البرنامج؟ فين دول بتوع الانتخابات البرنامج؟ ما تمسك لكم رئيس على البرنامج، احنا مش شايفين رئيس على البرنامج، ما تعملوا انتخابات بدل الدوشه، كلب من هنا على كلب من هنا على صرصار من هنا، ما تعملوا لكم انتخابات واحنا نقف معاكم ونساندكم برضه. ما احنا يعني مش عارفه في ايه، واخبار وبينشر اخبار كاذبه. فطبعا كان مصيرهم اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي طبعا
طبعا احنا ناس مؤدبة، ايوه صح احنا ناس محترمة، فعلا. طبعا مش هنرد طبعا بنفس الاسلوب بتاعه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هتسمعوا دلوقتي، انتوا هتسمعوا. هو انا لسه هقعد احكي لكم؟ على رايك. وانا لسه بتسألوني زي مين؟ ما انتوا هتشوفوا دلوقتي اسمك مكتوب اسمك ولا مكتوب. اسمك مكتوب ولا اتنسى وقت الزحمة. سمعنا يا استاذ اسد. فاحنا النهارده ما حدش يكلمني في اي ملف تاني، احنا دلوقتي في الملف ده خلينا نخلص منه. ملف كبير ده كان امتى نتكلم ده؟ في ملفات اخرى. طب اعملوا اللي عليكم واعملوا اللايك، لان الفيديو ده طبعا هيتم عليه البلاغ طبعا. ده امتى يا فندم؟ بس اللي يكون حاجه قديمه. ثواني يا فندم، امتى عشان نشوف البلاغ ده امتى يا فندم؟ كان امتى ده؟ ولا يكون ايام زمان. هنعرف من الحدث. ما نقولش حاجه يعني فيها سب ولا فيها شتيمه ولا فيها الكلام ده. ده قديم ده؟ يعني احنا ناس محترمه، ناس مؤدبه. خلاص يا استاذ اسد. يعني والناس تشهد بذلك. فهتدخلوني بقى في حوارات تانية. احنا في اللايف ده. وروهولنا يا فندم اللايف. تمام. يلا يا فندم. بس اللي عايش في نيوزيلندا ماله؟ وشفتوا شايفين الصورة بتاعت الغلاف بتعبر عن نفسها. يا عيني. شايفين الوش بريء. فكرني بمسرحية عادل إمام. ايوه. كان المجرم في القفص. انظروا، والمحامي بقى، انظروا لهذا الوجه البريء. بريء فعلا. القاضي. ايوه. انظر الى هذا الوجه البريء. ورينا يا فندم. انظروا يا سادة يا فندم ورينا الى هذا الوجه البريء. بص شرح سبحان عن الله. نفسه. كنت بتطلع لي لايفات في ربنا جعلني ان انا اكون اللي بطلع لك لايفاتك. سبحان، شفتي الدنيا دواره ازاي؟ سبحانك يا استاذ اسد. كنت انت اللي بتجيب لايفاتي من قديم الزمن، يجي ربنا بيخليني انا هو اللي بشغل لك لايفات. يدل على نفسه. أيوة. يدل على شخصيته. ايوه. والله يا جماعه. يا اسد امبارح حاولوا يشككوا في حبك لمروه. لا احنا يا استاذ احنا قلنا بلاش مروه، خلينا في القصه. احنا في البلد يا فندم. لا اله الا محمد رسول الله. احنا في البلد يعني مروه شوف ربنا سبحانه وتعالى. فردي. انا بادئ الفيديو وداخل اهوت عشان اليكس يوم الاذان يدن، عشان كلنا ندعي المروه ويبان مين اللي بقلبه بيحب مروه. انا حاسه ان ده طاعة تحتني يا ابن المتنكة. واسف على طريقتك يا ابن الشر. لا يا استاذ، يا استاذ اهدى يا استاذ، يا استاذ اهدى. لسه الراجل بيقول الاذان بيأذن يا استاذ مش هينفع نكمل كده. ده قديم يا بنات، قديم ده. انا شايفاه تاب بس ده قديم. لا احي نهدى بقى، نهدى. يا ابن المتنكة انت فالح في المحاضر. بص لا يا استاذ نهدى. ده قديم ولا جديد؟ حد يقول لي. لا ده بعد سفرية ان احنا جينا هنا يا فندم. انت جيت هنا يا فندم، كنت عند الراقصة، كنت عند النافورة الراقصة. يعني اعصابك هادية يا استاذ. ده جديد؟ لا انا اعرف ان هو ليه حاجة يا استاذ. بقاله 3 ايام بعد ما رجع على طول من. ليه يا فندم؟ ده انت حاطط البرفن ومروق على حاله. ليه كده ولد؟ امك على كسامة الواحدة واختار اي اسم بقى من الاسماء بتاعتي. انت يا ابن المتنكة منك ليه؟ يا ايه؟ وانت ليك كام اسم بقى؟ ليك كام اسم؟ انا سايبه الشتيمه عشان حضرتك معروف بالشتيمه يا فندم. وصلتوه كده توصلوه للعصبيه المفرطه. انا مش قلت بالراحه عليه ما حدش يتعامل معاه كده عشان ده برج الحمل. كده توصلوه للانهيار النفسي ده. تعال نشوف هيعمل ايه. فاهمك حاجه. هنا اليكس في شهاده هنا اليكس للتعمير. هومز حلو. في الباسبور
ايه بقى؟ ايه بقى في الباسبور؟ انت وهو هتعمل محضر لمين؟ لواحد ممكن يغير اسمه. احي يا استاذ اليكس، يا استاذ اسد، انت ليه جايب لنا استاذ اليكس هو بالحاله دي؟ يعني ماله؟ ايه اللي حصل؟ ثواني جاي لنا اتصال، ثواني. ليه يا استاذ اسد كده؟ انا داخله فكرتك فاتح عندي، لقيتك فاتح على اسمه ايه ده، ليه كده؟ عمل ايه طيب؟ كده طلعوه بره شعوره؟ كل ده عشان حاطين صورة المدام؟ ليه كده؟ حاطين له صورة المدام. شوف ربنا ما بيسيبش. الو سلام، نفتح سبيكر يا فندم ولا بلاش؟ هو كله مش عايز يفتح سبيكرات، خلاص خلينا مع بعضين. اتفضل يا فندم. ده احنا في مشكلة كبيرة كان معانا، يعني بنقول لأستاذ هاني المفروض هيجي لنا دلوقتي، منتظرينه عشان كده مطولة. ما احنا مستنيين يا فندم. واحد طلع دلوقتي شتمني شتيمة بذيئة، بذيئة، جمع بذيئات. واحد لابس بدلة الشرطة مسمي نفسه اللواء. طبعا انت عارف ان احنا عندنا هنا من الامارات وناس كتير موجودة. فضل يتطاول ويقول كلام قليل الادب جدا 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 جدا، يعني كلام بيبين ان الشرطة يعني انا اللواء فلاني الفلاني، بيقول لك واخد صورة لواء حقيقي وبيقول كده. ما احنا بقى هنحط صورة اللواء في الاسم فيجيب الولا الصايع. احنا نحط صورة اللواء نقول ان اللواء ده هو اللي عمل كده، هما بقى يجيبوا الصايع اللواء ينقض منه ان ازاي يحط صورته ويجيبوا بالمنظر ده. طبعا احنا هنجيب الولد برضو عن طريق المعلومات بتاعتنا ان شاء الله. ماشي، مستنيين سيادتكم كلكم. مع السلامة يا فندم. استاذ احمد، لو حضرتك ما جبتش الفيديو المقصود يبقى حضرتك مش هتبقى معانا تاني. استاذ احمد، الفيديو المقصود يا فندم اللي الولد شتم فيه الشتيمة، انا هجيبه دلوقتي. هنكتب على اليوتيوب، هنكتب على تيك توك كابي الشتمت، هتلاقي كله نزله دلوقتي. ايه ده؟ استاذ عشري فتح كمان؟ لا ده قفل، كله نزله دلوقتي. ايه ده؟ استاذ عشري فتح ده؟ انا مش فاتح اللي هو عايزه على الصفحه بتاعتي التانية اتحظرت حظر نهائي وكلمنا. خلاص اكتبوا كده على التيك توك كابي الشتيمة، هتلاقي في بنت الغزالة رايقة ولا الغزالة رايحة، هتلاقي حطيته. دول شمتانين، خلي البلطجيين يضربوهم. هتلاقي في بنت غزالة رايقة هتلاقيها حطت الحاجات دي. في غزالات هنا هتلاقيهم نزلوها دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة على الجميع. اللي عايز اقوله لك ان الشخص ده منتحل صفة لواء. انا كان شفت له الفيديو، هتلاقيه عند عماد اللي هو العمدة، بيقول لي هاني كتيبة ده من رجالة هاني كتيبة، وهو يعرفه من رجالة عمر محبة والناس دي، يعني انت فاهماني. بيقول لك هو منتحل صفة لواء. انا معايا الفيديو، انا شفت له الفيديو ده، واحد جابه له ان هو واخد صورة اللواء ده من على الفيسبوك وعامل بيها صفحة على التيك توك هنا، بيطلع يشتم بيها الناس يعني بألفاظ بذيئة جدا ما تنتظرش اساسا من واحد قاعد على القهوة. فده بيسيء للشرطة المصرية وهيتجاب في 24 ساعة. هو اسمه عيسى شبل، عامل صفحة باسم مستشار عيسى شبل وصفحة تانية باسم لواء عيسى شبل. هو منتحل صفتين. وعماد بيقول لي اساسا هو بتاع صابون في اسكندريه، فتح محل صابون في اسكندريه اصلا اساسه. بيقول لي هاني كتيبه يعرفه، عشان كده هاني كتيبه مش عايز يطلع معاكي. بيقول لي خلي كابي تحذر من هاني كتيبه برضه، رغم ان هو صادق وراجل محترم يعني، بس برضه ايه، الراجل ده من رجالته اصلا. بعد ما انت ما طلعتي جوده قلت له بعت الزرافه وكده، هم سلطوه عليك يا فندم، لانهم كلهم واحد. حماده الهرم تبع جوده، كلهم اصحاب في بعض، تبع اليكس كلهم مصالح مشتركه، يعني عبيد الدعم، يعني فاهماني. وانا اسف يعني ان انا بسيء ليهم، بس هي دي الحقيقه والله.
طب ثواني عشان استاذ هاني هيطلع دلوقتي، خليك معانا عشان تعرفوا بالراجل. ثواني، فين هاني يا استاذ هاني؟ لو سمحت ممكن تبقى معانا، ممكن تيجي على الجست. استاذ هاني، انا اعرف حضرتك من المستشار طه بيشكر في حضرتك انك راجل محترم، رغم يعني اختلافك مع العصابه بتطلع معاهم وان هم اصدقائك، بس بيقول ان انت صادق يعني من ساعه ما عرفك لغايه دلوقتي، يعني قصدك واحد على البرنامج. فانا بثق في المستشار طه يعني، وحتى كابي برضو بتقول نفس الكلام، الدكتوره كابي بتقول نفس الكلام يا فندم. فاتفضل معانا على الجست لو سمحت. عشان اسمعهم، هم يسمعوني انا مش هسمعهم. لا هم يسمعونيش. لما انا هشد ميوت، واللي بعد ما نخلص كلامي يشد ميوت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قول لي انهي عصابه بس انت بتقول عليها؟ هما بيخوضوا في سيدات مصر يا فندم على التيك توك هنا، وبيقذفوا المحصنات وبيطلعوا لهم صور ان هم رقصات، وهم نساء مصر عمرهم ما لا كانوا انت ايوه شريفات ماشي. يعني. حلو اللي انت بتقوله ده كلام ما فيش فيه كده، بس انت بتقول العصابه ويعتبر انا واحد منهم يعني، او بقعد معاهم صح؟ ما قلتش ان حضرتك واحد منهم، قلت حضرتك تعرف ان هو الراجل اللي منتحل صفه اللواء ده عيسى شيب، وان هو ايوه منتحل بس انا، صفة طب هات لي المستشار. كده الايميل بتاعه بعد اذنك. طب ممكن تجيب الايميل بتاعه؟ هو طلع دلوقتي مع الاستاذه كابي، مع الدكتوره كابي، شتم شتايم تسيء للشرطه المصريه وتسيء لرجال الداخليه يا فندم، ايوه يا باشا، فاهمني؟ فين هو فده بقى؟ هيجي في 24 ساعه ان شاء الله. ماشي يا باشا، هاته في 24 ساعه نتمنى. هات لنا الايميل، ممكن تديني الايميل بتاعه اليوزر بس؟ افتح كاميرا استاذ احمد الاسم. اديني الاسم يا عم سهل. هو عندك، هو لسه طالع على الجست من شويه. اللي سجل الفيديو يا جماعه يبعته للدكتوره كابي من فضلكم بسرعه، يعني انا ما سجلتوش للاسف، بس هو هينزل عندي اوريدي على طول اول ما نقفل الجست، يعني بينزل عندي الفيديو، اعرف اقص الحته دي واعرف انزله عندي على صفحتي، وان شاء الله في خلال 24 ساعه اقسم بالله لا يتجاب من الشرطه المصريه، لانه بيسيء لرجال الشرطه المصريه. مستحيل لواء يقول الالفاظ دي يا فندم، حضرتك فاهمني؟ مستحيل. رجال مصر، رجال ايوه الداخليه، رجال شرطاء عمرهم ما بيغلطوا في نساء مصر يا يا فندم. سيدي الفاضل، انا هفهمك وهتناقش معاك، بس اشوف الايميل بس اتاكد، بس اعرف مين هو. انتوا مش عارفين تجيبوا الايميل بتاعه ليه؟ مش هو انت حذرتيه طيب يا دكتوره كابي ولا هو فين؟ هذا اسمه عمرو. هتلاقيه عندك في الحظر. ما اتحذرش، محدش حذره. اسمه عمرو. اصبري اشوف السكرين، انا خدته كده، اصبري اشوف ليه السكرين ثانيه واحده. ابعت حد من عندك يا هاني هتلاقيهم عارفين. هاني نزل ليه؟ هبعتهولك. طيب انا هبعتهولك دلوقتي عشان انا جبت السكرين، عايز ابعتهولك عشان انت تعرضيه ثانيه واحده. حاجه اسمها انهم مش ترموا في وشنا كده انتوا المتهمين. محدش سجل؟ اكيد هينزلوه كمان شويه. هو بيقول ان هو تبع عمر المحبة، بيقولوا ان هو تبعه. لا كابي من مرة. حضرتك ما شفتش اي حاجه جات لك؟ يعني الناس اللي ما قالولكش شفتش فين حاجه يا والله. ابني؟ انا فين انا بقالنا نص ساعه عمال نقول عاوزين الفيديو مش لاقيين الفيديو. انت لو طلبته من اي حد. دخلنا المهم، بس ان هو قال ان هو عيسى شبل منتحل، الاسم اللي هو عيسى شبل، وان هو بتاع صابون في اسكندريه. هيبعت ليه؟ هاتوا لنا الواد ده عشان نحطه على الخراره. اهو بعد صابون لوكس غرب. كان في سنة وحشة قوي كده الحكومة برانا احنا. عامله غرب، طمنا عليك. اللي سجل الفيديو يبعته، لو حد سجل الفيديو. عايز يفتح عندي ابعته عند استاذ هاني يا استاذ احمد، ابعته عند استاذ هاني. ايه الاخبار يا حبيب قلبي؟ كله تمام الحمد لله. حبيبي وحشني. حصل كده بعد قلبي غرب. يا استاذ هاني. بعد ايه؟
بعد ما جودة كان موجود هنا، بعديها دخل الولد دوت وعمل كده. مش عارف، انا مش عارف في ايه، مش عارف. لا اله الا الله. هنشوفه دلوقتي. لا محدش بعته ليا. مين اللي هيبعتولي؟ مش عارف مين هيبعتولي. نزل دلوقتي هيبعتهولي. هيبعتولي هنا على الخاص يعني. هو الواد ده يعني بيقول ما احنا عايزين نعرف بس مين هو الاول يا غرب، عشان يعني نعرف نتكلم حتى نوجه الكلام له، لكن احنا مش عارفين مين اصلا يعني. حبيبي يا رضا، حبيبي يا رضا. طب لغاية ما هو يجيبه يا فندم، انت شايف الأحداث اللي بتحصل؟ ما انا طيب ماشي، ما احنا هنشوف. بعطيه واتساب حتى. حاجة انتوا شايفين اللي بيحصل ده ايه؟ أنا عايز أعرف. يقول لك بعتهولك. والله اللي بيحصل ده قلة أدب. مش هنقول أكتر من كده يعني، عشان احنا زهقنا بقى من الكلام ده كله والحوارات اللي بتحصل دي كلها. أنا مش عارف يعني. بعته لمين يا أستاذ أحمد؟ قول لي. لا ابعته عند بعته ليك أنتي؟ ابعته عند غرب، يا إما أنا ما عندي مش هيستقبل، لأن أنا فاتحة من نفس المكان، هشوفه ازاي؟ وما يعرفش الواتس بتاعي. ابعته عند حد منهم. وده انا ما اعرفش انت طلعتيه ليه اصلا يا كامل. يعني انت ما تطلعيش اي حد يا كامل. هذا الهرم دخل قال لي اوكي. قلت له انت لواء؟ قال لي اه انا لواء في الشرطه. طلع قال كلام قليل ادب. حماده الهرم اللي قالك شديه. لابس شرطه، لابس يعني حماده قالك شديه، بس حماده ملوش. حماده قال لي شديه. حماده مش يعني مش عارف. ماشي مش عارف. هم ماشيين. قال لي عشان تجيبي، عشان تعرفي هاني كويس. كل ده متسجل. هم لما ننزل يعني هي القصه في هاني ولا في مين يعني؟ عشان ابقى فاهم يا جدعان. اتكلمت عليك. هم دخل جوده. فبالهزار بقول له ابعت الزرافه يا جوده. هو بعت الزرافه من هاني، وكان عمال يقول لي بكره تثبت لك هاني ايه، وراح ضحك. وبعد كده راح بعديها دخل ده بقى جوده اختفى. يعني جوده قال هاني بكره يثبت لك هو ايه، صح؟ قلت له عشان انا قلت هاني ثابت. يقول لي انت عرفت منين؟ بقول لهم هاني ثابت في ارائه، حتى لو انتوا شايفين. انا شايفاه ثابت من اول ما طلعنا على البرنامج. حتى لو هو اتكلم هو ثابت. فاهم؟ جوده حبيبي، جوده والله ربنا يهدي لنفسه. ابعت لي بقى على الخاص يا استاذ احمد كده. انا فاتح الايميل اهو. كل ده بتبعت يا استاذ احمد. واحد كاتب لي بص الوصفات نفسي فيكي، اشكال ضاله واشكال معفنه. انتوا للدرجه دي كده بقى؟ والله يا استاذ احمد انا قاعد اهو. انا مش شفتش حاجه، مفيش حاجه جت ليه. انا فاتح الصفحه اهو. خليه ينفعك اهم كاتبين اهو. قال لك خليه ينفعك. مين اللي ينفع مين؟ ما حدش بينفع حد يا جدعان. والله ما في حد بينفع حد. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. كل ده ما اتبعتش. والله ما في حاجه جت، ما فيش حاجه وصلت والله. يا لميا منوره يا لميا. ما اكيد انتوا عارفينه. ده مش غريب. لا ما انا لا الاسم اللي انت بتقوليه ده انا ما اعتقدش يعني ان ده حصل منه الكلام ده. بس احنا هنشوف دلوقتي عشان. طيب مش احنا ورقات. عيسى ها. عيسى ابراهيم او عيسى عمرو، حاجه كده. انا ما معيش عيسى عمرو على فكره، اول شيء يعني. وما معيش حد، ما عنديش حد مسمي اسم لواء. ما عنديش حد مسمي كمان اسم مستشار. لا عيسى شبل ده اللي طلع شتم. في فرق دلوقتي. ثواني بص يا كابي. استاذ احمد ايوه هو الواد ده ازاي ما حدش اخطر بيه اصلا طول الفتره دي؟ ما حدش اخطر بيه. بتقولوا ان واحد لابس يا غرب ثانيه واحده يا غرب. ثانيه واحده. دلوقتي هو باعت لي صورتين. واحد للواء عمر عيسى، والتاني للمهندس عيسى شبل. تمام كده؟ طيب عندكم يا جماعه
انا اهو يا باشا، انا ده ثانية واحدة، احنا هنغلف ليه بقى احنا عشان نوجع قلبنا كتير؟ ثانية واحدة. الجد بس لازم انزل. لحظة معاكم. يقول لك واحد هو عامل الشخصيتين. ثانية واحدة بس. حماده الهرم عارفه. حماده هو اللي قال لي السجين. اسال عماد العمده هو قال لك كده؟ لا مش، انا ما اسالش عماد العمده، انا اقدر اسال نفسي جدا يعني. عيسى الشبل ده ما عندوش الايميل ده اصلا، التاني ده المهندس عيسى الشبل ده هو كاتب مهندس، مش كاتب حتى لواء ولا حاجه، وحاطط على ما اعتقد حاطط كمان لوجو الكتيبه يعني، فاكيد مش هيخش بايميل تاني كاتب عليه اللواء وحاطط صوره مستعاره على ما اعتقد، فانت هتحط الاتنين مع بعض يعني. ده عارفه، ده عارفه. هو عارفه؟ طيب ماشي، اذا كان هو عارفه خلاص احنا هنعمل له ايه؟ محمود ساعة ما كان موجود بعد ما شتم اخد بعضه وطلع. بس احنا بس حتى انا هقول لك على شيء، اذا كان الاستاذ احمد تحت بيقول ان الايميل، ما هو الايميل اللي شتمك فين؟ اعرضيها كده يا بنتي كده معلش، انهي واحد في الاتنين اللي اتبعتوا لك؟ عشان احنا استاذ احمد مش عارف ماله في ايه. من عندي؟ لا نزل عندك؟ انت بتعرفي منين؟ انا هنزل دلوقتي واطلع لك، انا هنطلع تاني اجيبه انا. ماشي. عايزه تنزلي؟ ننزل احسن، على الاقل نسمع صوته. لا ما احنا هننزل عشان اجيبه من التسجيل بتاع طب يلا ماشي، طب يلا ماشي، يلا ماشي يلا يلا. غلط. كنت محتاجة سيادتك يا فندم تكون معانا، تتصل بيا على الرقم ده على الإيمو، عشان خاطر في ولد يعني حاطط نفسه مكان لواء شرطة وقال كلام قليل أدب جدا، وانت عارف يعني مشاهدات احنا عايزينك تبقى موجود معانا عشان خاطر الناس في كل الدول شافت كل اللي حصل ده، وحضرتك قيمة وقامة. أتمنى إن انت تطلع معانا يا فندم حتى يشوفوا المستشارين الحقيقيين عشان يعرفوا سيادتك. عايزين بقى اللواء ايه؟ احمد مسلحي. ده انا هوريكي لما تيجيني مصر. مستنيكي في مطار القاهره الدولي يا وسخه. ده اللي عايز يبين اقول لكم ده مين. ده اللي عايز البنت اللي بعتته. لا ابعتش الباقي بنت كله، ادام عندك ده بنت يبقى انت عندك البواقي، بعتيهم لو سمحتي. البنت اللي بعتت لنا، ايوه البنت اللي بعتت، ارجوكي ابعتي بقيه الفيديو بعد اذنك. بدايته قلت 12 حصل ولا ما حصلش؟ اهو. استحالة الظباطة تعرف ان في حد بيتداول بسيرتهم وبيشتموا بالطريقة دي وهيسكتوا. استحالة. تشتمونا تعملوا انتوا عايزينه، لكن ان انت تقول اللي سجلت، ما هو موجود عندنا بس هياخد وقت لغاية ما يحمل وينزل. هياخد وقت، هو عندي بس بياخد وقت لغاية ما ينزل عندنا، لان انت بتسجلي اللايف بيتسجل 2.5 ساعة. احنا قاعدين بقالنا قد ايه؟ اعملوا حروف انجليزي. يا ريت بعد اذنك بنت عشان هتشيلي بقى التليفون التاني.
ده انا هجيب لكم الشرطه والجيش الاتنين مع بعض. يقول لي عمر سيدك. هنشوف بقى عمر سيد مين بقى، هنشوف بقى هو سيد مين لما يخليكوا كده تطلعوا تعملوا كده مع الشرطه وتعملوا يعني هنشوف بقى عمر نظامه ايه. ضربتوا البت اللي في التركية وقلنا ماشي، هتيجوا كمان طبعا انت شفت اللي حصل في واحد منتحل شخصية ضابط لابس وضابط معروف لواء معروف جدا، وطلع شتم وبيقول انا اللواء فلان الفلاني واحنا مستنينك في المطار هنعمل فيكي. هبعت لك الفيديو تشوف كل حاجة. فأرجو ان انت انا عارفة في كلام مش هينفع اقوله. ده انا متصلاتكم بكذا حد بقى، اشغل بقى كل الناس بقى كل الناس اللي عندي. انتوا لو بصيتوا على الفيسبوك عندي، يعني لو بصيتوا بس على اصدقاء اللي عندي هتقولوا دي ازاي كده، ازاي ما استعينش منهم من زمان. بس انا ما بحبش استعين بحاجه تخصني. انا مش حلوه، احب استعين لما يبقى الموضوع في حته تانية تلاقيني بقى اتكلم بقوه، لكن انا استعين لحاجه تخصني لا، ما احبش كده. هم عارفين عني كده. حسام عدلي، حسام عدلي في القضاء، أظن عارفينه ده مين، صديق مشترك. الرسايل اهي، أظن عارفين هو مين. انتوا عايزين شدة كبيرة اهو. هما راحوا فين؟ وكيل النائب العام حسام بيه عدلي، وكيل النائب العام. قلت لكم انا ما بحبش ادخل الناس في حاجه تخصني، لكن لغيري. وكيل النائب العام خلتوني ارجع ابص على الفيسبوك، ما كنتش ببص عليه. اكيد كلكم تسمعوا عنه. انا سكت لكم ياما، سكت على اللي انتوا عملتوه.
وانا مش هتكلم بصفتي انا هتكلم بصفتي كمواطنة مصرية. شفت اللي انتوا بتعملوه ده صعب قوي. لغاية الضباط هتبقى صعبة، لغاية ان انتوا تنتحلوا شخصية ضباط دي كبيرة. معنى كده ان انتوا ممكن تروحوا البيوت وبتعملوا دوت من غير ما تتشافوا، والاشخاص ما تشوفكوش. كمان لما يتقال هنا للدولة ان في اشخاص عاملة نفسها شرطة وبتهددنا، اكيد هنا الدولة هتوصل الصوت للدولة الاخرى، ولا ايه؟ كابي ابعت الفيديو فين؟ على الرقم اللي اخره 010، اللي اخره 255، اللي اخره 255. اللواء الدكتور عفيفي كامل، عارفينه؟ فلوس وانتخبني او انتخب فلان، وده مش كويس. اوعى تعمل كده، ده وعي. ليه؟ انت هتمكن حد من مستقبل 120 مليون وهو احمق او جاهل او متخلف. بيقول لي اللواء اسمه ايه؟ اللواء كان اسمه، ثواني هجيب لك اسمه، اللواء عمر عيسى. ده هينفخك. او انتخب فلان. لواء عمرو عيسى. تعالى بقى اجيبها لك ايه، صوت وصورة. دي كبيرة. ده انا هوريكي لما تيجيني مصر، مستنيكي. في مطار القاهرة دولي او وسط. صح. ده اللي عايز. بص يا شرموطة يا احلى. تمام. ده انا هوريكي لما تيجيني مصر، مستنيكي. في مطار القاهرة دولي او وسط. صح. ده انا هشيره لكل اصحاب اللواء عمر. هشير الفيديو ده لكل اللواءات في الجيش وفي الشرطة، ان واحد واخد صفة اللواء عمرو عيسى وبيتكلم بصفته. مين هو؟ هيبان. ده انتوا قلبتوه على نفسيكم. دي بالنسبة لهم كبيرة. تشتمني، تقول عليا اللي تقوله فردي، لكن لما تتكلم باسم لواء شرطة اهو صحابهم بيكتب، دول عاملين جروب لنفسيهم. عارفين الجروب كده؟ كلهم دفعة، اللي دفعة كذا واللي دفعة كذا واللي دفعة كذا. هشوف الاسم اذا كان جيش ولا داخلية. جاتلك عندك
بتحبني كل ده؟ كنت عماله اقول لك يا رب بتحبني كل ده؟ قلت لي 12 12 وقايله لكم 12 12. كل ده حب؟ ولسه حاجه بتقول لي ولسه ولسه ولسه. انا طالعه ولا بيا ولا عليا. خلل في الدوله. واحد دخل بيقول لهم الفيديو كامل على صفحتي. من المنوفيه. طب تعالى بقى انت وغرب اهو. اطلع يا هاني بعد اذنك. من اسكندريه بيقول شخص عارف ده جاي من انه حته اكيد. انا عارف جاي من انهي اتجاه والله العظيم. طب انت قلت بس كده. الايميل الفيك اللي تحت ده المحترم ده اللي تحت ده اسرح يا ابني بعيد. تمام كده عشان الحوار معروف اصلا واللعبه الوسخه باينه اساسا ومعروفه. خلاص ادام انت عارف خلاص. يقول لك بيشتم الستات دايما وبيطلع مع شفتني فين يا ابني؟ شفتني فين يا حبيبي؟ شفتني فين يا حبيبي عشان تقول ان انا مش تمام يعني؟ هي بس السبوبه شكلها وقفت عندهم فعايزين يشغلوا الدنيا. واذا كان العمليه بتسخين عشان الدنيا تشتغل فالليله معروفه واتفهمت. والواد اللي اسمه اليكس ده يا ابني انت اخوك. لا يا عم مالناش دعوه يا عم، احنا مالناش دعوه بحد يا عم، ربنا يسامح الناس كلها. مالناش دعوه بحد. ما هو برضه كان بيكتب لها اسم انت ماشيه انت يا عم. انا هو في السعوديه. انت اليكس ده في السعوديه. بص يا غرب، انت اسمك الذكر وقلت لك عندي انا، حقك عليا انا. تمام كده. لا انا لايفاتي انت ما تعرفش تدخلها يا حبيبي يا احمد. اللي تحت انا لايفاتي انت ما تعرفش تدخلها. ما تدخلش لايفاتي والنبي يا حبيبي عشان بس. مش ده اليكس اللي اخوه في عبد المنعم رياض؟ ايا كان بقى. انا عشان انا قلت لك حقك عليا يا عم، ساعة غضب بقى وبتاع فهنعديها عادي يعني. واحدة عندي وواحدة عندك يا غرب. تمام يا هاني عشانك بس. ماشي قد الدنيا يا غرب حبيبي. الايميل ده عشان الناس بس بتقول ان هو بيطلع مع بوجا على طول. الايميل ده معمول يوم 4/12 تمام، لسه من قيمه كام يوم يعني. ما بقاش له تواجد اصلا. بوجي ما فتحش في خلال الفتره دي مره او مرتين عشان نقول بس ان هو بيتواجد على طول معاه. تمام. فعشان بس الناس احنا مش حابين فتاوي كتير في الكومنتات. طب وانت شايف اللي يعمل كده ويشوه صورة اللواءات المصرية مستغرب فيها؟ ما هو لازم يعمل كده بقى. ما هو بيجيب لك يعني حد سلطة يعني. ما احنا عاوزين بقى الناس تغلط بقى في كله. الموضوع غير كده بس عشان تبقى انت فاهمة. لازم تكوني فاهمة الدنيا ماشية ازاي كده بشوية. انت بقى صاحبة حق. خليكي فاهمة الدنيا هتمشي ازاي في الايام اللي منها بره ربنا دي. السبوبه بدات تقف والسبوبه وقفت فعلا على ناس كتير. فلازم يبقى في حركه في كل الاتجاهات. اولا واخيرا انت ممكن تتصالحي مع اي شخص، ده اللي انا شايفه. ممكن يكون في هدنه ونقف ونوقف الدنيا دي. وكفايه تراشق اكتر من كده كناس محترمه. عيب اللي بيحصل. احنا ناس كبيره فمش شويه ناس مرتزقه علشان يفضلوا متواجدين جنب مننا عشان نعرف عشان ندعمهم ننساق ورا منهم في الغلط. والكلام ليك انت وللناس اللي انت مخصماهم او في ما بينك وما بينهم خصوم. اذا كان عمر المحبه عموما او سامح خطاب او اي شخص او حماده. حتى انا شايف ان حماده ساكت. تمام كده خلاص. المواضيع انت قفلتي. هم هاجموك في موضوع معين وانت قفلت الكلام وقفلت المواضيع. خلاص انا بتمنى من الناس كلها تهدى على نفسها شويه. احنا داخلين في ايام صعبه. الشهر اللي جاي هيبقى مش الدنيا فيه مش لطيفه. المفروض يبقى فيه تماسك. الناس يعني الحاله النفسيه شويه هاديه. نطول بالنا على بعض. عيب يعني نوصل للي بيحصل وشغل التسخين اللي من تحت لتحت ده علشان شويه اوباش اصلا مفيش فيهم نخوه ولا رجوله يقدروا ينزلوا يجيبوا جنيه عرق جبينهم. فهم عايشين على النحل والحوارات اللي بتحصل ده كده. ماشي بس ما حدش من الناس اللي موجوده. ما انت عارف لما يجوا يشدوا هيشدوا حد من التقال. انت عارف المنهج ماشي ازاي.
وبعد انا فاهم قصدك، بس انا بقول لك الموضوع فيه ايه. انا عارف القصه فيها ايه، التجمعات، وكله كان حابب يطلع بطل في موضوع ما في الايام اللي فاتت، بس كله خد على قفاه، مش عارفين يعملوا ايه تاني. فاللي فاضل دلوقتي مين نسخن بقى الدني؟ ده كابي ساكته ليه؟ مش بتتكلمش ليه على عمر؟ طيب ما نسخن كابي على عمر. عمر ليه ما بيتكلمش على كابي؟ ما نسخن عمر على كابي. كل الناس اللي بتهاجم كابي دي يا جماعه، الناس دي مرتزقه. احنا كل الناس دي مرتزقه وبتعمل كده عشان بتاخد فلوس وبياخدوا دعم وكلام من ده. توصلي انت شخصيه محترمه وشايفه نفسك في مكانه كويسه، بص للناس برضك اللي انت شايفاهم ان هم دول الكبار، مش هتضربي بقى في الاوباش اللي تحت. بص بنفس النظره اللي انت تحب الناس تبص لك بيها، هتلاقي الامور كلها بتتحل. هو ليه بيتكلموا باللسان؟ اللي بيحصل بيتكلموا بلسان الراجل ده ليه؟ واذا جه الراجل هيقول لك انا ما حدش بيتكلم عن لساني، ما حدش يتكلم عن لساني. يبقوا قاعدين معاك، انا صح. لي 4 5 6 بنات قاعدين واجي اقول لك اصل هم مش على لساني. الرجوله خلينا واحده معلش. في حاجات بتحكم شويه، بس يعني هنقول ايه، في حاجات ممكن نعديها. احنا اكبر من كده ممكن نعدي الدنيا. ما ننزلش احنا بالليفل بتاعنا للمستويات العالم المرتزقه اللي هتاكل من ورانا عيش من الاخر. واتمنى، انا بقول لك من منصتك، اتمنى من الاستاذ عمر المحبه كفايه كده يا استاذ عمر، حاول نهدي الريتم شويه، زي ما كان في اتفاق ما بينك وما بين الساده المحامين في قضيه مروه، وعشان التراشق وعشان الاولاد وعشان الغلط. اتمنى الامور تهدى والدنيا تبقى هاديه شويه، احسن من كده وافضل من كده. انت ليك وضعك ومكانتك، وكابي برضك لها وضعها ومكانتها. فيعني عيب تعملوا في بعض كده بسبب شويه عالم مرتزقه قاعدين بياكلوا من هتك اعراضكم. لازم يهتكوا في اعراضكم عشان ياكلوا، عشان يبقى لهم وجود. لازم تبقى انت في مشكله، عمر المحبه في مشكله، تاني هاني في مشكله. هي دي حياتهم على الابلكيشن، بيناموا وبيصحوا لكده. مفيش واحد اصلا عنده شغل بينزله يعني، او يتسمى راجل في الواقع. والبنت اللي انت روح يا ابني اشتغل شغلانه انت وهو يا ابني، كل منها عيش بدل القرف اللي انتوا فيه ده. انهي بنت؟ اوريك حاجه دلوقتي كلكم تشوفها. انت شايف ده ايه من وجهه نظرك لما واحده تطلع؟ وانت يا استاذ احمد يا خيري ما تسمعش كلام اي حد وما تجريش ورا كلام اي حد. ما يروحش واحد يقول لك اللي اسمه عماد مين يا عم؟ ركز انت بتتكلم مع مين وبتاخد المعلومه من مين. لازم تكون واثق من كده. شوف مين هو الشخص، ما نغمش عينينا ونقول اصل فلان بيعاملني كويس فهو كويس. لا يا باشا، شوف هو ايه. مفيش الكلام ده يا جدعان. خلينا نفوق شويه ونرجع نعيش حياه الابليكيشن كواقع. اطلعوا من العالم الافتراضي ده شويه اللي هياخد الناس بعزله وتوحد، وهم دول اللي عاوزين يوصلوا له. الله اعظم اعزائي ورب. هياخد الناس كده وهيبقى عايز يبوظ شكل الداخليه. عايزين يبوظوا شكل الداخليه والظباط بتاعتنا. ما حدش يقدر يبوظ شكل الداخليه ولا الظباط ولا الكلام ده. دي شويه عيال مرتزقه. من الامارات هيحكوا شويه واخلص لكم نهايه القصه. من سنتين ظهر واحد اسمه باشا مصر احمد بيه عسكر كظابط مباحث او كظابط ايا كان، برضه من اسكندريه، وطلع بالاسم ده. وحصلت ساعتها في اول الايام بتاع الايميل اللي طلع ده حصلت مشكله كبيره ووصلت لاحمد عسكر وقصه. والراجل راجل محترم جدا جدا جدا، والراجل لسه. واحده بتقول لي اتقبض عليا. انا قاعده دلوقتي في الاسم بتاع القناطر بشرب حاجه ساقعه بيبسي. انتوا الغباء للدرجه دي وراثه واخدينه حقن. واحده بتقول لي اتقبض عليا. انا قاعده دلوقتي في الاسم بتاع القناطر بشرب حاجه ساقعه بيبسي. انتوا الغباء للدرجه دي وراثه واخدينه حقن. تامر حسني تعبان جدا لما ذكرت زعلت. هو زعلان على نفسه قوي. هو زعلان على نفسه. اعمل له حاجه ولا لا؟
معمول له حاجة ولا لا؟ أم العيال هي اللي عملتها. خلي بالكم المغاربة فيهم حاجة، يمكن أنا اللي قلت الموضوع ده. أقول لكم على حاجة، قبل ما تامر يقع قلت لكم بس أنا قلت وأخويا متجوز مغربية، قلت المغاربة تحطك جوه عينيها تشيلك فوق راسك، بس يوم ما تيجي عليها ما بيسكتوش، وانتوا عارفين كده. واللي بين لي ان هي ساعة لما كانت لابسه التاج والفستان الاسود، مش منظر واحده ابو العيال بيعمل عمليه، وكانت قاصده تلبس التاج اليوم ده رغم ان هي مش من عادتها تلبس التاج. سبحان الله، الغل باين على وشها. انا بشوفها غلاويه من ساعه ما ابوها مات وهي ضايعه، اللي كانت عاملاه بقاله سنين اتهد من ساعه ما ابوها مات. مي عز الدين اتجوزت هي مش كويسه. تامر هيقوم من كتر الغل بتاكل في نفسها، غلاويه لها اسم. انتوا عارفين هي متدخله مع مين؟ مين اللي كل شويه تتجوز واحد وهي كبيره في السن يبقى مش عايز يسيبها؟ كان عندها شلل اطفال، ده انا اللي عندي شلل اطفال. كل لما تبقى مع واحد مش عايز يسيبها. يا سلام، جات لكم اللي هتكسر كل حاجه عملتوها من سنين. شيرين هتفوق عشان ربنا عايزها تفوق. كل واحد هياخد اللي هو عمله. احنا مش هنشتغل على تامر، انا هشتغل عليها هي. يلا عشان نمشي. تامر هيفوق، واللي ربنا كاتبهوله هيحصل. لكن لما تنشفي على نشفك قلبك اسود، عامله له في المقابر.